60 و70 خموس وقص على 14. اصبح الخير يا اسطي. اهلا يا عم تسوقي، جبت الفلوس اللي عليك؟ ايه المقابله دي على الصوب. يلا هات لنا كوبايتين شاي وعودين بقسماط نشق رجنا. بقول لك ايه يا عم تسوقي، مفيش تفلايه شاي هتطلع من الدكان الا لما تدفع اللي عليك الاول. جرى لك ايه يا اسطي؟ ما الحساب على النوته، ولما تفرج ابقى ادفع لك. هي الدنيا هتطير. لا انا اللي عقلي هيطير منك يا عم تسوقي. بقالك سنتين بتشفط من الدكان بضاعه على النوته وتقول لي لما تفرج هتفرج ميته دي. والله دمك زي العسل يا اسطي. خلاص يا سيدي، هات لنا شاي سك من غير بقسماط. انا ما بهرجش يا عم تسوقي. انت عليك لحد دلوقتي 3507 كوبايه شاي و2 طن بقسماط ورسوم انجعاص على الكراوته دي لمده 2 يوميا. يعني الحساب كله 490 جنيه و10 جنيه مصاريف شحم. انت هتحاسبني على الشحم كمان؟ يسلم، يعني هي دي اللي وقفت في زرك؟ بلاها شحم، ادفع الباقي. اهدى بس يا اسطى، لما اقبض ابقى حاسبك. هات بقى الشاي. اكده خلاص، الشاي تشربه اول الشهر لما اقبض التموين. السلام عليكم. وانت روخر يا غباش افندي يكون في معلومك، ايجار الاوضه بتاع الشهر ده هيزيد الدبل. ايه ليه بقى ان شاء الله؟ الاسعار العالميه كلها ارتفعت، اشمعنى انا مش هرفع الايجار؟ يا ساتر عليك يا دياسطي، تموت على القرش. ديسو يا ديسو، يا فتاح يا عليم، عايز ايه انت كمان؟ مش هتديني السطوح بتاعك بقى عشان اعمل عليه المشروع بتاع البولينج والبلياردو اللي قلت لك عليه؟ هو كله هات يا ضاصي هات يا ضاصي. ايه كله بياخد مني، محدش بيديني ابدا. طب خلاص ما تزعلش، خد يا عم الشيك ده. ايه ده شيك مره واحده؟ ايوه، امدلنا عليه بقى عشان نصرفه من حسابك ونشتري شويه مستلزمات للبورد. حتى الشيك طلع صادر مش وارد. يا ديسو كل شيء وارد. هو يعني انت هتدفع ليه؟ مش عشان هتقبض في الاخر؟ وهو انا بشوف قبض منك وبعدين دفتر شيكات ايه اللي جابه معاك؟ لو ان الدفتر ده ما تخليه معايا، هيبقى في الامان يا مان. لا معيش امانك الفجر ده. لو اني الضياصطي غير موجود بالدار، همر رسالتك بعد سماع صوت العيار. ضياصطي انا امك عوالي، لما تعود البيت وتسمع المسج دي تاخد ديلك في اسنانك وتجيلي في الحال، فاهم؟ في الحال. اما اخد تعسيرها الاول وابقى اجيلك يما. قلت في الحال يا ولد. حاضر يا ماما. خير يا كبيرة، ايه اللي حصل؟ طمنيني. في موضوع كنت مخبياه عنيك من زمان وجيت الاوان عشان تعرفه. بص على يمينك يا ولدي. ايه ده يا كبيرة؟ جايباني توريني المراية الجديدة؟ بس دي شكلها مغشوشة يا ماما. دي ما بتقلدش الحركات بتاعتي. حتى شوفي. اها مفيش. شوفي كده. مفيش كده. كيفك يا ضياصتي؟ الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مش مراية، ده كان ضياصتي زي بالظبط. سلم على اخوك يا ضياصتي. اخويا كيف يا كبيرة؟ انا ماليش اخوات. ده اخوك التوم دي كبري، اكبر منك ب3 ثواني. انت بتقول ايه يا ماما؟ بقى بعد العمر ده كله يطلع لي اخ وتوأم كمان؟ ايه كم فين ده؟ اقعد يا ضياصتي، اقعد يا دي كبري. انا هحكي لكم الحكايه. زمان قبل ما اخلفكم كان نفسنا نفتح فرع للعيله في اوروبا وامريكا ونوسع الشغل بتاعنا، ولما مجلس اداره العيله عرف اني خلفت توم قالوا خلاص ناخد واحد نربيه في اوروبا وندربه على الاعمال الخطره ونوهبه للمهمات المستحيله. يا سلام، وش معنى انا ما وديتونيش اوروبا؟ انت من صغرك يا ضياصتي طول النهار والليل تعيط بجعوره ولا سرنت المطافي. ودي كبري كان ساكت على طول اكنه بيتكتك ويخطط. تيجي نحطك قدام الاسد بتاعنا تخاف وتترعب. اسد؟ لا ماليش حق. انما هو كان شجاع وكان يمسك الاسد يعضه من ودنه. عرفنا على طول انك هتطلع جعور على الفاضي وهو هيطلع واعر وجريء. بقى ده بيعض الاسد؟ اقول لك ايه، ما انت لا شفت انسينج ولا تعرف انسينج.
الشهر اللي فات حصلت عركة كبيرة مع عصابات نيويورك دي، واخوك رنهم علقة معتبرة وحلفوا لا ينتقموا منه ويقتلوه، وجه عشان يتحامى في اخوه التوب حبيبه. يعني هو عايش في اوروبا وامريكا ومتمرمغ في النعيم كله، ووقت ما يجي يقتلوه يجي لنا؟ طب افرضوا جم وراه وفكروني هو وقتلوني. عشان كده انا جبتك هنا. انت هتقعد هنا مع مامي يا داستي، وانا هعيش حياتك في وسط الناس ايزي جدا لحد ما العصابة تاجي واعمل لهم فخ وامسكهم ورنهم العلقة التمام. كلامي يهدي. طب وشغلي ومصالحي والبيت والدكان والبورتو؟ ديكابري هيحل محلك، وانت هتروح البيت تدب خناقة مع بسنت وتيجي تقعد معايا هنا اليومين دول. ايوه يا ماما بس ما بسش اسمع الكلام يا ضياستي والا. خلاص يا ماما، هو اليوم باين من اوله. منور يا اخوي. اتس يور نور يا ضياستي. ودلوقتي احكي لي بقى everything عن حياتك. اسطي انت ده اسطي. مين بينادي؟ تعال اخويا هات لنا النوتة وشوف حسابك. انت انكل دسوقي صح؟ يا اخويا المياصة الخواجاتي اللي نزلت عليك دي، ما تشوف عليا ليك كام وتخلصني. ثانية واحدة. 65 سكوبي دو. ايوه يبقى حسابك كله 20 جنيه. يا بوي ده انت امبارح جاي لي الحساب وصل 500 جنيه. ضيافة النصاب. وليه اصلا عايز تدفع يا انكل؟ عيب جدا ان احاسبك على ثمن الشاي اللي بتشربه في ضيافتي. ضيافتك؟ واد يا ضيافتي، انت ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي اعمل ايه؟ يا سنسوخي ده باينه تلطش في نافوخه. السلام عليكم. ازيك يا اصلين؟ اعمل لنا كوبايتين شاي يا ضيافتي. من الاي دي قبل الاي دي. هو عم جسطي ماله؟ والله ما انا عارف من ساعة ما لبس البرنيطة دي وهو متغير خالص. اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا. شاي وكيكة مرة واحدة؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ اكيد هيقول لنا الشاي بربع جنيه والكيكة ب20 جنيه. بالعكس الكيك والشاي فري ببلاش. كل يا عم تسوقي كل قبل ما يرجع في كلامه. استنى عنك يا سليط، لا يكون جايبها لنا حمضانة عشان يبيع لنا شربة الخروع بعديه. يا جماعة انتوا صحابي ولازم اقوم بالواجب معاكم. ان شاء الله نسخط حمار ان ما كانش فيها ان. هو انا كل شويه افكرك يا ديسو، مشروع البولينج والبلياردو اللي هنعمله فوق السطوح بتاعك. واو فكرة هايلة. روف بولينج برافو. ايوه استقبل كده، وبكره الاقيك ظبطت السطوح وبتعمل المشروع لوحدك. بالعكس انا موافق. يا ريت نبتدي من تومورو. نبتدي ازاي وانت مانع نطلع السطوح بتاعك؟ نو ماليش حد. يلا بينا. ده باين له تهبل ولا ايه؟ احنا هنقسم السطح نصين، نص بلياردو ونص بولينج، بس الاول لازم نشيل الكراكيب القديمه دي. ايه ده؟ ايوه صح. ايه دي؟ مشروع مطار ابو عجوة الدولي، مشروع استاد ابو عجوة الدولي، مشروع الثورة والانفصال بالبورتو عن شادي الدولي. بقى كده يا ديسو كل دي مشاريع مدكنها وكمان عايز تعمل ثورة عليا؟ ندل ما جاب لي السيرة عن الموضوع ده. خلاص يا شيكو ما تزعلش، اعتبر كل المشاريع دي بتاعتك. اقول لك خد الثورة كمان اعملها على نفسك. مبسوط كده؟ مستر غباشة انت رايح على فين؟ بصراحة يعني الإيجار السياحي اللي انت طالبه ده غالي عليا قوي، وانت عارف الايد بصيرة والعين قصيرة والقبلة نظيرة. قبلة نظيرة؟ ايوه قبلة نظيرة زميلتنا الله يسترها هتأجر لي البلكونة بتاعتهم ابات فيها الليلة دي. ايه القسوة دي؟ هو ده قصد دي قصد انا دي ايه؟ ما عنديش رحمة؟ ما عنديش قلب؟ نعم. اسمع يا مسيو غباشة،
انت تروح على اوضتك وتقعد فيها لحد السنة الجاية على حسابي. جاي لك يا ضاسطي. هو ايه اللي جرى؟ ما كان حلو امبارح، قصدي كان وحش يوه، قصدي كان ضياستي امبارح. يوه انا راجع اوضتي. انا خلاص مش قادر اقعد هنا. انت خربت الدكان وفتشت سر مشاريعي وقلت قيمتي. انا اخلاقي ما تسمحليش اشوف حاجة غلط اسكت. ايه ده انت مخلص على 3 عصابات قبل ما تاجي. اديك قلت اهو عصابات يعني اشرار. جرى ايه يا واد انت وهو؟ ما تعملوش حساب للكبيرة؟ سوري ماما. العفو يا حبيبي. انا اسف يا ماما. انت تخرس خالص. اباي وش معنى انا؟ بتعلي صوتك على اخوك الكبير؟ ده اكبر مني ب3 ثواني. ان شاء الله يكون اكبر منك بفهمته ثانية. بيطلع لي لسانه يا ماما. بس انت وهو اسمعوا، عشان يبقى في عدالة ديكابري يخرج بالنهار وضياستي يخرج بالليل. هخرج بالليل ليه؟ جيب انا اياك. هخرج اعوي في نصاص الليالي. وافق يا ضياستي لا ترجع في كلامها. اي شفت يا ماما بيقرصني في ودني ويقول تور. اسمع يا عم تسوقي، بكره الصبح تكون عندي الفلوس اللي عليك. فلوس ايه؟ انت مش قطعت النوتة؟ قطعتها بس فاكر اللي عليك بالمليم الاحمر. 940 جنيه فقط لا غير، و60 جنيه مصاريف شحم. على فين يا باشا افندي؟ مروح اوضتي. لا ما بقيتش قطه خلاص. يعني هبات في بلكونة نظيرة؟ لا انا جهزت لك بلكونتي. انا اولى من الغريب برضك بالقرشين اللي هتدفعهم. واعملوا حسابكم من بكره الشاي هينزل ساده، وخرطة الكيكه ب20 جنيه، والخروع ب30. بورتو يخاف ما يختشيش. ان شاء الله نسخ الجاموسة لو ما كانش الموضوع ده فينا. حاسب يا ضاسطي. مش معقول، انت اتقسمت يا ضاسطي. يا ضياستي. سيبها يا جمال سيبها. لا لا يا ضياستي لا. طب مش كنت تقول لي يا ديسو على ابن عمتي التاني ده؟ على الاقل يا اخي كان يشوف لنا كفيل امريكاني نروح نفتح لنا كام بورتو هناك يا اخي. هو انا الحج ده يا دوب خلص مهمته وسلم زعيم العصابه للانتربول وسافر على نيويورك طوالي. يا بوي دي حكايه غريبه قوي، دي ولا افلام اميتاب مدشان. انا من الاول قلت ان الحكايه دي فيها انت. وكل يوم من ده مكانك والطبع في الاخر